انتقام. قصة من تأليف الكاتب جمال الحفني. استعنت بالجن علشان انتقم من أبويا. أصل أبويا من النوع الصعب جدا وعصبي جدا جدا. مفيش أي شيء يثبت لي إن أبويا غير اسمه اللي بعد اسمي في البطاقة. فكرت أموت نفسي بسبب معاملته ليا، واتمنيت إني ما كنتش اتولدت أصلا. هو مريض نفسي وفاكر إنه صح في كل حاجة، وبيتعامل مع كل الأمور بعصبية وشتم وسب. طول الليل والنهار وشه مكشر ما بيبتسمش، ولو طلبت منه أي حاجة بيسمعني شريط من الشتايم والإهانات، وبعدها يضربني وأنا لا حول لي ولا قوة. أبكي وارجع أوضتي، أقعد ساكت ما بتكلمش، لدرجة إني بدأت أحس إني هتجنن أو هبقى مريض زيه. لكن جت في بالي فكرة شيطانية وقررت أنتقم منه. هو اللي المفروض يموت مش أنا، بس حاولت أحضر جن وخليه ينتقم من أبويا. ودخلت على الإنترنت وبحثت كتير، لكن كل اللي كان موجود فيه ما فادنيش بأي حاجة. بحثت كتير وبدون فايدة، لحد ما قررت أروح لأي ساحر وأخليه يعلمني إزاي أحضر جن يأذي أبويا. لفيت على شيوخ وسحرة وناس كتير مشهورة في المجال ده، لكن كلهم رفضوا يساعدوني. منهم اللي طلب مني حاجات أجيبها له وهو يعمل عمل لأبويا، لكن أنا كنت عايز الانتقام يكون مني أنا علشان أشفي غليلي منه. وفي الآخر شخص ما قال لي طلبك موجود عن الساحر الفلاني في محافظة الغربية، روح له وشوف هيقولك ايه. وفعلا رحت له، ركعت تحت رجله وطلبت منه يعلمني طريقة أحضر بيها جن علشان انتقم من أبويا. طلب مني مبلغ كبير وتصرفت فيه واديتهوله، وبعدها جاب ورقة وقلم وبدأ يعلمني الطريقة ويشرح لي الطقوس والعزيمة والبخور، وقال إن دي طريقة استحضار السوداء بنت إبليس، وإنها متخصصة في أمور الشر والانتقام. ورجعت البيت وجبت كل الطلبات، جبت بخور وسلس حية، قطران ودم حيوان، ورقة زرقاء، مبخرة وغيرهم. دخلت الحمام وقلعت كل هدومي، وما كنتش طبعا على طهارة، وقعدت وبدأت في تجهيز البخور، وذبحت القطة وكتبت الطلسم بدمها زي ما الساحر علمني، وقلت العزيمة 6 مرات بنادي عليها باسمها ولقبها علشان تحضر لي. ومن أشهر كلمات العزيمة هي: بعد ما خلصت من ترديدها سمعت صوت خبط على باب الحمام من بره. انتفضت في مكاني من الخوف، وبعد لحظات استجمعت قوتي ووقفت ببطء وفتحت الباب. لقيت كيان لواحدة واقفة قدام الباب ومش باينة معالم وشها ولا جسمها. قلت هي دي السوداء زي ما الساحر قال لي. كانت واقفة بدون حراك، ففهمت إنها مستنية أوكلها بالمهمة. رحت قلت له: توكلي أيتها السوداء بأمراض فلان ابن فلان. وقلت اسم أبويا، وكان لازم أكرر التوكيل 7 مرات. كل مرة فيهم أحس بشوية خوف وشوية سطوة وجبروت، لحد ما خلصت، وبعدها هي اختفت وأنا رميت كل حاجة جبتها ودخلت نمت. صحيت الصبح على صوت أبويا بيصرخ من الألم وماسك بطنه ومش عارف فيها ايه. جرب كل الأدوية بالأعشاب اللي في البيت ومفيش فايدة، ولف على كل الدكاترة وبرضه مفيش فايدة.
وبدأ يخس وجسمه يضعف لحد ما مات. تخيلوا، واحد يفرح بموت أبوه، لكن أنا كمان مسلمتش من الأذى، وبدأت أشوف كوابيس كل ما أنام، وحصلت لي مشاكل صحية لفترة كبيرة، لكن في النهاية كنت سعيد إني انتقمت منه. وبكده تكون انتهت حكاية النهاردة. استنوني في حكاية جديدة.